أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستي وبودكاستكم موضوع كبير، استمرارا لخطة التسلية حتى الموت اللي أنا ماشي بيها بقالي فترة. ظهر أمامي بوست على فيسبوك من دا جلوكل عن برج العذراء، وأنا برج العذراء، واهتمامي بموضوع الأبراج دي زي اهتمامي بمثلا ناموسة طايرة في محافظة تانية. فاهمين؟ ناموسة عايشة في المنيا مثلا، وبيحصل بقى حاجات في حياتها، المشاكل بتاعتها، بتتجوز ناموسة تانية. زي اهتمامي بإيه اسم ذكر الناموسة، يعني هل الناموسة الذكر اتقال عليها؟ فاهمين؟ هو ده هي دي الأبراج بالنسبة لي. بس ادينا بنتسلى. وطبعا نجلوكل ما يقدروش ما ينتهزوش فرصة ان اي حاجة يتعمل لها شير وخلاص. وعاش يا ولاد. وبيشدوك كده انت كواحد مش مهتم بالموضوع، يشدوك بايه؟ بنور الشريف بقى، لن اعيش في جلباب ابي، وصفات برج العذراء: عاشق للدقة والنظام. الله الله، ايوه انا فعلا، انا كواحد برج عذراء عاشق للدقة والنظام. هل يعني بشتغل علشان احقق الدقة والنظام؟ لا. انا احب النظام جدا، بس ان انا اللي انظم لا، مش قادر. يعني انا احب ان المكتب اللي قدامي ده يبقى مترتب ومتنظم، كتب موجودة هنا، الحاجات اللي هنا دي مش عارف ايه الحاجات اللي هنا دي، بس الحاجات اللي هنا دي تتلزق كده في الاخر وتبقى مترتبة وبتاع. بس مش انا اللي اعمل كده. انا عايز اصحى كل يوم الصبح الاقيها متظبط، واقعد ابهدل فيها وارجع الاقيها متظبطة. عاشق للدقة والنظام طبعا. شيء عصي. بصيت على الكومنت اللي تحت: دقة ونظام يعني جوزي مكفر سيئاتي. اعتقد ان حوار الابراج، يعني كنت واخد الموضوع عايز اقول لفظ قليل ادب، بس بلاش. كنت واخد الموضوع كده، اللي هو ابراج ايه يا عم بقى، فوقك وبتاع، بس قشطه، هي حاجه الناس بتسلي نفسها بيها. بس رحت على ويكيبيديا اشوف برج العذراء. اول مره اتسحل في الموضوع ده، اول مره في حياتي اسيرش على جوجل برج العذراء. فبص بقى، برج العذراء طلع فيه لوجو للابراج. كل برج ليه لوجو. برج العذراء او السنبله هو سادس برج من الابراج الاثنى عشر من دائره البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس. برج من الجهة الشمالية للسماء. تمر الشمس من برج العذراء من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر. أنا 9 سبتمبر. تكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الصيف، يعني المفروض إن الصيف يخلص، المفروض إن الجو يبقى حلو. هل ده بيبقى حقيقي؟ يعني على مدار السنين اللي فاتت اللي احنا عشناها دي ما كانش حقيقي. الصيف بيفضل شغال 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 وما بيخلصش. وده يودينا لحتة الجلوبال وورمينج، والتلج اللي بيسيح، ودرجة حرارة الكوكب اللي بتزيد، والكوكب هيفرقع. بس على حسب ويكيبيديا، على حسب الشخص اللي كاتب بتاع ده في ويكيبيديا، بيقول ان يعني برج العذراء ده اواخر الصيف. في ماضي البعيد كانت كوكبة العذراء سنبلة. انا ما عنديش فكرة ايه الموضوع ده، بس احنا ممكن ندوس ونروح على كوكبة العذراء نشوف ايه اللي بيحصل. هي كوكبة في دائرة البروج، صورها اليونانيون في صورة عذراء، ولكنهم اختلفوا في يعني ايه صوروها في صورة عذراء؟ ازاي يعني؟ صوروها بشكل بنت، عرفوا ازاي انها عذراء؟ اما الصوفي فقد صورها بصورة امرأة رأسها يقع جنوب الصرفة، النجم الذي على طرف ذيل الاسد، وقدماها تقعان. حوار. بس في اهو اهم النجوم والعذراء موجود
على انه من اهم النجوم، فانا من اهم النجوم. بس اهو هي دي العذراء. الشكل ده، شايفين الشكل ده؟ الشكل ده قالوا ده شكلها عذراء. ماشي، اوكي، نرجع تاني بس لموضوعنا. حسب الاساطير الميثولوجية الاغريقية، الجريك ميثولوجي يعني، العذراء هي أستريا ابنة الإله زوس. ما عنديش أي فكرة الموضوع ده حقيقي ولا لأ، بس لو دوسنا عليها هنلاقي إيه؟ أستريا هي المرأة الأقوى بين الجنس البشري، وقد هددت بدمار الأرض بسبب كرهها للجنس البشري. يعني هي من الجنس البشري لكن بتكره الجنس البشري. زي بالظبط، يعني دي ممكن تكون من أجدادي هي الست دي. والكره للجنس البشري ده بقى بيتم توارثه على مدار القرون. ويقال لأن الإله زوس حبسها فقلع في السماء، ولا تخرج إلا في آخر الزمان وتقضي على الجنس البشري. ولا مجنونة. ولكن هذه الأقاويل قد تكون حقيقية وربما لا. يا راجل. وهي لا تخرج إلى الأرض إلا 24 شهرا. هي بتطلع للأرض 24 شهر ثم تموت، كما ذكرت الكتب والمنحوتات الإغريقية. عارفين، أنا أعتقد إحنا محتاجين إيه كجنس بشري دلوقتي؟ محتاجين ما نصدقش أي حاجة مكتوبة، سواء مكتوبة على ويكيبيديا أو على فيسبوك أو على تويتر أو على منحوتات إغريقية. منحوتات وكتب إغريقية دي ما نصدق. الميثولوجي الإغريقية، هل جريك يعني إغريقي تقريبا صح؟ يوناني اللي هو إغريقي زمان صح؟ ما نصدقش الحاجات دي، بس ناخدها بتسلية. عاشق للدقة والنظام، زي لن أعيش في جلباب أبي. ناقد لكل شيء في العالم، ده حقيقي، بس ما بيتقبلش حد ينتقده، ده مش حقيقي. على فكرة يا هند، أنا ولا بنتقد حد ولا عايز حد ينتقدني. احنا ممكن نلخص، يعني لو عايزين نحط كلام لبرج العذراء: مش مهتم ومش عايز حد يهتم وسيبوني في حالي. انا حفيد أستريا دي اللي عايزة تدمر الجنس البشري كله. ونرجع بقى الموضوع، يعني لما ندمر الجنس البشري احنا كناس مولودين في برج العذراء. لما ندمر الجنس البشري نجتمع كده كلنا مع بعض وندمر الجنس البشري، وبعدين ييجوا بقى يحققوا معانا الكائنات الفضائية تحقق معانا، او زوز بقى والآلهة بتاعت الأولمب تيجي تحقق معانا: ايه يا جدعان انتوا ليه دمرتوا الجنس البشري؟ موضوع وراثة، احنا شخصيا ما فيش حاجة في ايدينا نعملها، ورثنا الموضوع. فاحنا من ابناء برج العذراء ناقدين لكل شيء في العالم، بس ما بنتقبلش حد ينتقدنا. انا احب جدا الناس تنتقدني عشان ما ردش عليهم. او عشان افشخ فيهم، يعني اللي هو تعالى قول اللي عندك عشان اديك. انا مستنيك اصلا تقول اللي عندك عشان اديك. انا قاعد بص هنفجر وانت جاي لي، تعالى لي بقى، تعالى لي هفشخ فيك. anyway، امرأة برج العذراء شخصية، هل دي أمينة خليل؟ أمينة خليل في كان فيلم ايه اللي كنت بتفرج عليه؟ صاحب المقام. ما قدرتش اكمل فيلم صاحب المقام بصراحة، فيلم صعب جدا. حاسس انها بتفرج على فيلم حريم كريم، مصطفى قمر بقى، بداية الألفينات وبتاع. لا مش قادر، بس قشطة. فامرأة برج العذراء هي شخصية قوية مستقلة وقادرة على التحدي والمواجهة. جميل.
ما عنديش يعني معلومات عن الموضوع، بس في نفس الوقت رومانسية زي عبلة كامل. وبتدور على علاقة حب مستقرة أو دائمة. الله، حلو ده. اه، نرجسي وبيحب نفسه موت. اعتقد ان احنا كابناء برج العذراء خلاص ما بقيناش نقول كلمة موت دي، في كلمة اخرى. بس النرجسية موجودة، او مش النرجسية، لكن جنون العظمة. ليه جنون العظمة؟ عشان انا ارفض ان يتقال عليا اني نرجسي. ليه؟ لان اسمي مش هيرتبط باسم شخص اخر اللي هو نرجس، نارسس. ليه؟ لا، انا اسمي ما يرتبطش باسم واحد اسمه نرجس وبيحب نفسه وبتاع ويبص في البحيرة على لا 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 لا، الجو ده مش مهم الحاجات دي خالص. ف... فلا، مش نرجسي، ولكن نقدر نقول في جنون عظمة. بس في نفس الوقت في واقعية، اللي هو في جنون عظمة بس. زي اي حد، مش فارقة. زي اي كائن على الكوكب، مش كمان بشر، لا. زي القرود والحمير والبقر بصوا عادي، كل الكائنات زي بعض. بس في نفس الوقت في جنون عظمة، اللي هو انت حمار بس كلنا حمير. اه، شخصية كتومة وغامضة، محدش يعرف بالظبط ايه اللي في دماغه. عارفين زمان جرايد، مش للناس الجديدة، بس زمان بقى الجرايد كان يجيب لك برجك اليوم وحاجات كده، ويكتبوا حاجات زي الحاجات دي كده، اللي هي حاجات تمشي على كل الناس عادي. شخصية كتومة وغامضة. اكيد انت في فترة من فترات حياتك يعني كنت كتوم شوية، اكيد في فتره كان في شويه غموض شويه، محدش يعرف بالظبط ايه اللي في دماغه عشان ما فيش حاجه في دماغه. يعني فكره ان في شخصيات قاعده بتخطط للسيطره على العالم وبتاع، صدقوا ممكن تكون حقيقيه. بس يعني عادي، اسال هنجاوب. مثال للجديه والالتزام، هو دي كدبه. ده فيلم او مسلسل ايه المشهد ده؟ تحفه. محمود حميده ماسك السجط. يا مثال فعلا للجدية والالتزام. دي الصورة اللي احنا ابناء برج العذراء. مش قادر اخد الموضوع بجدية اهو. دي الصورة اللي احنا بنحاول نوديها، نبينها للعالم ان احنا جد جدا وملتزمين جدا، بس ما عندناش مشكلة خالص ناخد اجازة 3 سنين ننام وبعدين نرجع تاني للحياة. بس انا ملتزم وجد جدا، بس بكره هاخد اجازه 3 سنين. مش هقول لك حتى اني بكره هاخد اجازه، لا انا هاخد الاجازه على طول. ها، هل محمود حميده في عبده عنده حاله شك وقلق وعلى طول متاخد من الايام؟ فعلا دايما قلوق، ليس فقط من الايام ولكن على كل اللي بيحبهم. لا فعلا دايما قلقه، ودايما قلقانه ودايما خايفه من الايام. هو فعلا متاخد من الايام. مش كل الناس عندها القلق ده من المستقبل، ولا هم أبناء برج العذراء بس هم اللي عندهم القلق ده؟ حالة شك، دايما بشك في الأشخاص اللي قدامي علشان أشرار وبتاع. ممكن، بس متاخد من الأيام، مش متاخد أنا من حد. محدش يقدر أصلا، ما بيحبش التغيير. يعني نفس كوباية الشاي كل يوم الصبح بتخليه ملك زمانه. او النسكافيه. نفس بتاع النسكافيه كل يوم. بس احب اغير يعني، مفيش قدرة على التغيير. هو ده اللفظ الاكثر صحة. مفيش قدرة على التغيير، لكن لو في تغيير يتعمل ببساطة. لو في فلوس ماشي، يلا، عنديش مشكلة.
لكن مفيش فلوس. anyway نرجع بقى لايه، لأستريا اللي بتكره الجنس البشري، ويقال أن الإله زوس حبسها وبتاع، وكما ذكرت في الحاجات. أنا عايز أروح على فين؟ عايز أروح على باقي بقى الحاجات. الرسمة دي تعديل مصدري، تعديل اوكي. مش لاقي باقي الحاجات والله، بس اهو الاسد. هو مش في برج الاسد؟ كوكبة الاسد. يلا نشوف الرسمة بتاعها. هو ده الاسد بجد؟ يعني يا جدعان الابراج طلعت كده بجد؟ الابراج طلعت كده، هم نجوم وبنوصلها. ده اسد؟ ده بالنسبة لكم اسد يا جدعان؟ استنوا نشوف الباقي بقى. الاسد الاصغر، هو في اسد اصغر؟ شت، استنوا الكوكبات ال88 الحديثة. يعني احنا كنا عارفين 12 بس، اللي هو الطور والعجل والدلو. دلوقتي في الاكليل الشمالي، التنين. الله، هل بقى ده التنين؟ اوكي، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اتسلى بالموضوع ده. بس ده التنين يا جدعان. ماشي، نعم. يعني استمتعوا بالابراج والحاجات البطوطه، بس حاولوا ما تتخذوهاش تتخذوهاش اي حاجه في حياتكم. يعني كلام بيمشي على كل الناس عادي، او ما بيمشيش، قشطه. مهتم جدا اعرف حد الكارير بتاعه كان ان هو يكتب في الجرايد زمان، صحفي بقى، صحفي ابراج، او بيسموا نفسهم علماء ابراج. انت متخيل انك عالم ابراج؟ عالم ابراج ازاي؟ قريت شويه حاجات على ويكيبيديا وبتقدر تكتب كلام عام بيمشي على كل الناس. ماشي، قشطه قشطه. Are you not entertained؟ هو ده التنين. حلو. طبعا تحيه كبيره ايه ده؟ سديم عين القط. اوكي، احنا طبعا ما نقدرش نصدق الحاجات دي قوي. بتكلم على ويكيبيديا بالعربي، علشان لو رحت النسخة الانجليزي منها هتلاقي كلام تاني خالص بقى. هو كان بيقول لك ان استريا دي بنت زوس، لا هنا بيقول لك ان هي كانت تايتنس، كانت واحدة من التايتنز اللي كانوا موجودين اصلا قبل الالهة بتاعت الاولمب اللي هو زوس. بصوا الميثولوجي الجريك ميثولوجي سحلة غريبة. كانوا بيضربوا مشرومز يوميا، فاهمين؟ فقعدوا بقى يألفوا حاجات كتير. وعاش يا ولاد، عاش ان انتوا مسحولين في حاجات بتسليكم. اتمنى لكم ان انتوا تلاقوا حاجات تانية تسليكم اكتر، عشان خلاص بقى. او هم فعلا لقوا حاجات تانية. احنا مش لسه شايفين دلوقتي بقى في ابراج 88 برج؟ يعني انت كشخص مهتم بالابراج هتقعد تعرف 88 برج؟ يا قشطة، استمتعوا يا اولاد.